اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب 24. اهلا ومرحبا بكم. الاعلام الرياضي التونسي والاعلام الرياضي المصري بيشيد بالانديه المغربيه، بيشيد بالتجربه المغربيه، بيشيد بالانديه المغربيه اللي صعدت النهارده. الجيش الملكي بيفوز على بيراميدز 2-1 ويصعد. نهضة البركان بيفوز على الهلال السوداني 2-1 ويصعد رغم النتيجه ما كانتش عاليه في المباراه الاولى في المغرب. بيشيد باولمبيك اسفي اللي فاز برضه على الوداد وبيصعد. النهارده في نصف النهائي الكونفدراليه في فريق اولمبيك اسفي، نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في فرقتين الجيش الملكي ونهضة بركان. طبعا طفره كبيره جدا للانديه المغربيه، طفره جديده جدا كبيره جدا وجديده في الكره المغربيه هو الانديه المغربيه. ده اللي بيبرزه الاعلام الرياضي التونسي والمصري اللي اتكلموا ان فوز الاقجع والجامعه المغربيه بتعمل على قدم وساق. بدأوا يشتغلوا على الأندية، تطبيق الاحتراف في الأندية المغربية. الأندية المغربية بتصرف بأقل الإمكانيات وبمبالغ بسيطة، بتقدر تستثمر وبتقدر تشتغل وبتقدر تطلع لعيبة في شمال أفريقيا وتحترف في مصر وبتحترف في ليبيا وبتحترف في الخليج وبيحترف في أوروبا وبيكسبوا ملايين. هذه الأندية تقدر تصرف على نفسها. ده يعتبر نجاح كبير جدا للأندية المغربية. والدوري المغربي النهارده، الدوري المغربي أصبح من أقوى الدوريات في أفريقيا ومن أقوى الدوريات العربية، ونتائج هذا الدوري واضح مع الأندية المغربية، واضح مع المنتخبات المغربية المختلفة زي المنتخبات السنية المختلفة ومنتخب المحليين والمنتخب الأول. نجاح غير منقطع النظير، يعني نجاح أصبح عالي جدا وبنشوف ثماره اليوم وبنشوف نتيجة هذا النجاح وإحنا قاعدين مكاننا. فعايزين نشكر الجامعة المغربية على كل هذا النجاح الغير منقطع النظير. ألف مليون شكر للناس ديت وللجامعة المغربية، لأن اللي بيعملوه الجامعة المغربية فعلا عمل ممتاز وعمل رائع وعمل كبير جدا ما تفعله الجامعة المغربية. شكرا لكم.